مرحب بكم في قراية جديدة. القراية النهاردة عنوانها تهكير العقل الباطن للحبيب، الشخص اللي انت بتحبه ومش عارف يعني تفسر تصرفاته، تعرف حقيقة مشاعره. احنا هنخترق عقله الباطن ونحاول نفهم هو بيفكر ازاي، مشاعره الحقيقية ليك ايه، ما هي نواياه الحقيقية، هل حابب يكمل معاك ولا لأ. هنجاوب على معظم الأسئلة اللي بتهمنا في الموضوع ده. معانا مجموعتين، المجموعة الأولى بالحروف دي أو بالحجر البينك ده للي بيحبوا الحروف الأحجار. يستحسن تختاروا بالأحجار، الأحجار يعني تبقى طاقتها أعلى. يعني في كل الأحوال حاول تختار بإحساسك. واللي عايز الحروف دي، الحروف المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية الحروف دي، المجموعة الثانية الحروف دي، أو بالحجر التايجر آي، الحجر البني ده. هديكوا ثواني تختاروا. الأحجار أهي، حجر التايجر آي المجموعة الثانية، ودي المجموعة الأولى. يلا هنبتدي باللي اختاروا المجموعة الأولى، الحجر الروز كوارترز ده. ممكن نحطه على حاجة تبان، أو لو هتختار بالحروف هتبقى الحروف دي. ونشوف كده، نعمل اختراق للعقل الباطن للشخص اللي في بالك. نشوف هو شايفك ازاي دلوقتي، ايه حقيقة مشاعره اتجاهك، ما هي حقيقة نواياه، ناوي يكمل او عنده نية تانية. هنشوف هو هيعمل معاك ايه وهيتصرف معاك ايه من عقله الباطن. نشوف طاقتكم انتم الاول. انتوا طاقتكم والله يعني طاقة صعبة قوي، انت في وضع صعب، عندك مخاوف وعندك قلق من الشخص ده، انت زعلان منه جدا وحاسس ان العلاقة دي يعني الظروف واقفة ضدها. ممكن يكون في اختلافات ما بينك وما بين الشخص دوت، ان العلاقة دي مش سهل ان هي تتحقق على ارض الواقع. انت كمان عندك مخاوف جواك، يمكن ما بتصرحش وما بتقولش عنها، بس انت زعلان وحاسس ان انت مقيد في العلاقة دي، لا قادر تسيب الشخص ده ولا قادر تكمل معاه. عندك مشاعر حب ليه، بس في نفس الوقت فيه وجع وفيه زعل. طيب طاقة الشخص ده ايه ليكم دلوقتي؟ هو كمان يعني ما يقلش عنك في الطاقة، يعني هو العشر أحمال برضو، هو شايل حمل تقيل، بيبذل مجهود في شغله، في حياته مثقلة بالهموم وبالمسؤوليات. ممكن يكون الشخص ده مرتبط أو مسؤول عن عيلة، يعني إما هو في زواج آخر وشايل مسؤولية زواجه، أو مسؤولية أهله بقى يعني، أو طبيعة عمله صعبة. بس هو برغم إن هو شايل الحمل ده، بس هو عينه عليك، بيبص عليك، بيراقبك، متابعك، بيتمنى انه يبقى يعني لو الاحمال دي مش موجودة او المسؤوليات دي مش موجودة علشان يروح لك. هو برغم ان هو بيشتغل كتير او شايل هم، شايل مسؤولية وضغطاه وتعباه، بس هو عينه عليك باستمرار. طيب طاقة العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده دلوقتي ايه؟ والله العلاقة دي علاقة حلوة، يعني ممكن يعني انتوا طاقتكم حاجة وطاقة العلاقة حاجة تانية. العلاقة دي كانت مصدر سعادة ليكم مع بعض، انتوا الاتنين كنتوا بتحسوا بالسعادة لما بتبقوا سوا. انت مصدر سعادة ليه وهو مصدر سعادة ليك. العلاقة دي كانت فيها امل يمكن تروح لزواج او ارتباط، او ده اللي انتوا كان نفسكوا فيه وبتحلموا بيه. انت يعني بتحلم ان انت تبقى في علاقة رسمية مع الشخص ده وتنجب منه اطفال، وهو نفس الشيء. لكن ممكن يكون في عائق هنا في العلاقة دي، ممكن زواج احد الاطراف، يعني ممكن تكون دي علاقة ثلاثية او علاقة رباعية حتى، يعني في طرف ثالث، يعني من طرفك او من طرفه او من طرفكم حتى انتوا الاثنين، لان دي طاقة العلاقة. علاقة حلوة جدا وفيها سعادة، بس في عائق هنا بيمنع.
ممكن يا اما انتوا ازواج او كل واحد فيكم في زواج، او حتى الشخص ده هو اللي بالاكتر الشخص ده هو اللي ممكن يكون مرتبط. طيب نشوف مشاعره ليك. لو الطاقة انطبقت عليك تبقى القراية دي ليك، لو ما انطبقتش شوف يعني مجموعة تانية. نشوف بقى مشاعر الشخص ده ليك ايه من عقله الباطن. بيشوفك ازاي؟ حقيقة نواياه اتجاهك، الطاقة الحالية حقيقة نواياه. تصرفاته معاك الفترة اللي جاية دي هتبقى ازاي ان شاء الله؟ ماذا سيفعل؟ كارت نصيحة ليك تتعامل معاه ازاي. وهنحط هنا كارت يعني مصير العلاقة في خلال شهر من دلوقتي هتبقى ازاي، بس مش هنطلعه. شوف في الاوراكل هتقول لنا ايه كروت الرومانس انجل، توضح لنا اكتر. رومانتك فيلينج، مشاعر حب ورومانسيه. الشخص ده بيحبك قوي على فكره، بيحبك جدا. بلايفولنس يعني تمضيه الوقت، السعاده، قضي وقت حلو زي الاطفال، اسمح لقلبك يفرح. keep an open mind، خلي عقلك متفتح. ممكن توأم روحك يكون مختلف عن توقعاتك او عن النوع اللي انت واخد عليه او تعرفه. ناخد من هنا كمان كروت الانجل انسر، اشوف هتقول لنا ايه. اصحاب المجموعه الاولى you are ready، انت مستعد في خلال الاسابيع القليله القادمه ان شاء الله. طيب ناخد رسائل برضو منه عشان ما ننساش. شوف عاوز يقول لك ايه دلوقتي. الرسائل دي برضو بتوضح لنا ايه اللي موجود في عقله الباطن من ناحيتك. رسائل من عقله الباطن بيقول لك اسف جدا على كل الالم الذي سببته ليك. رسالة كمان بيقول لك لازلت اشتاق لك سرا. الافتراق لبعض الوقت سيمنحنا الوضوح الذي نريد. ماشي. اول حاجه الشخص ده مشاعره من ناحيتك وبيحبك جدا على فكره، بيحبكوا جدا. اصحاب المجموعه الاولى الشخص ده حاسس ان مقابلتكم لبعض مش صدفه، وان انت قدر ومصير، وان وجودك في حياته فتح عينه على حاجات كتير حلوه في الدنيا. الشخص ده ممكن يكون كان منغلق عاطفيا، او ما كانش شخص يعني عاطفي، كان ممكن كان شخص مادي بالاكتر، دايما مهتم بالشغل وبالفلوس والبوزيشن العالي والمسؤوليات اللي عليه. حتى هو في طاقته هنا باين عليه قوي ان هو حد مسؤول يعني. هو حس ان انت جيت غيرت له حياته، قلبت له موازين تفكيره، خليته يحس ان في حاجه في الدنيا دي اسمها ان الواحد مش لازم يحسب كل حاجه وكل الكلام. غيرته، خليته انسان يعني روحاني اكتر، عاطفي اكتر. بيحس ان انت كمان حد ملاك كده دخل حياته، حد عفوي وطفولي جدا، بريء، فيك براءة حلوة. هو بيشوفك ان انت البداية الجديدة والفرصة الجديدة اللي القدر اداهاله، يعيش احساس مختلف ما عاشوش قبل كده. هو بيشوفك ازاي؟ بيشوفك يعني البيج اوف كابس دي اللي هو حد طيب قوي قوي قوي. بيشوفك حد طيب جدا ورومانسي وعاطفي وحنون، وبتقدم الخير للناس وبتعبر عن المشاعر. انت مش شخص جاف ولا شخص متملك ولا فيك اي صفة من الصفات دي خالص، وشخص طيب وهادي جدا، وعندك طاقة شبابية كده، بتحب بصدق وببراءة كده زي براءة الأطفال. بيشوفك محبوب جدا جدا جدا. الناس اللي حواليك بتقدرك، بتحترمك، بينبسطوا بوجودك. ممكن تكون انت ليك ظهور على السوشيال ميديا، ليك أصدقاء كتير، أو انت حد ناجح جدا في شغلك. المهم ان هو بيشوفك ان انت محط إعجاب للجميع، وان انت حد طيب جدا، واي حد يشوفك لازم يحبك.
عندك طاقة نارية بتخطف العين كده، جذاب، اي حد يشوفك ينجذب لك، يبقى عايز يصاحبك، يبقى عايز يقرب منك. ليك تابعين كتير، ناس بتسمع كلامك، صحابك بيحبوك، اهلك بيقدروك، بيشوفك كمان ان انت حد زي ما قلت كده طيب جدا وحنون وعاطفي قوي. هو ما عندوش اي مشكلة معاك، المشكلة هي بتخصه هو، هو اللي مش عارف. يعني مشكلة الشخص ده بالاكتر انا حاساها طاقة ان هو ياخد قرار او انه يكون واضح في مشاعره. ممكن يكون الشخص ده مشكلته انه ما بيحبش يعبر عن مشاعره، وبيخاف من القرب الشديد، علاقاته كلها علاقات سطحية من على الوش كده، يعني ما بيدخلش حد حياته. ممكن يكون هو عنده مشكلة من هو صغير بتخص القرب مع الناس بس. فهو اكتر حاجة الشخص ده مأثرة على العلاقة دي هو المشكلة. انت ما عندكش اي مشكلة ولا هو عنده اعتراض عليك، يعني مشاعره ناحيتك حلوة، نظرته ليك جيدة، حتى نواياه وكل حاجة كويسة. بس مشكلته هنا ان الشخص ده عنده مشكلة في انه ما بيعرفش ينبسط بالوقت، دايما شايل الهم، دايما وراه حاجة بيجري عليها. ممكن يكون مضغوط طول حياته من وهو طفل، اهله ضاغطين ومشايلينه الهم على طول، فتعود على كده، تعود ان هو يفضل شايل الهم. ما يعرفش يهزر، ما يعرفش يضحك. يعني البليفولنس دي هو ما مرتش في حياته كلها هم كده، مسؤوليات، شغل، يعني يقعد يكحوت كده في الحياة علشان ينجح، علشان يكبر. ممكن يكون اتربى على كده ان هو على طول هو شخص مسؤول وشايل مسؤولية. لكن هو عشان كده هو بيشوفك ان انت حد مرح، حد طيب، حد عايش الحياة بحب كده ومسلمها لله ومش شايل هم للدنيا. هو نفسه يبقى زيك، وهو مش عارف يبقى زيك، نفسه يبقى زيك. المهم ان هو حقيقة نواياه، والشخص ده نواياه حلوة قوي ناحيتك، حقيقة نواياه ان هو عاوز يكون واضح وصريح. ممكن ناوي يتكلم معاك، ناوي يوضح لك تصرفاته معاك. في الفترة اللي فاتت دي كانت تصرفات وحشة، يعني كسر بخاطرك، ضايقك، زعلك. هو اكيد يعني الشخص ده ما كانش بيدي لك اي اهتمام ولا للعلاقة دي اي اعتبار. يعني ليه؟ لان هو اساسا مشغول وعنده هموم كتير شايلها، وشخص يعني بيحس بالذنب لو هو قضى وقت حلو وهزر ويضحك ولعب وتفسح، بيحس ان هو لا، انا المفروض ان انا اشتغل، انا المفروض ان انا اروح انجز المسؤوليات اللي عليا. دي حاجة بقى مشكلة في عقله هو الباطن، ان هو ما بيخاف ان هو يقضي وقت حلو، ينبسط بوقته، او يبقى عاطفي، او يدي للحب وللمشاعر دي وقت، لان هو شايف ان الحب والمشاعر دي حاجة يعني مش مهمة قوي يعني علشان نديها وقتنا واهتمامنا. يعني هو احنا عندنا مسؤوليات وحاجات اهم. هي دي المشكلة، وده الخلاف اللي دايما كان بيحصل ما بينك وما بينه. طيب هو يعني هيتصرف معاك ازاي الفترة اللي جاية دي؟ هيتواصل معاك، هو هيعيد النظر في العلاقة دي ان شاء الله بإذن الله، وهيبعت لك رسالة او هيتصل عليك، هيقول لك مثلا تعالى عايزين نتكلم، عايزين هيبقى في تواصل ما بينكم اكتر. لو التواصل مقطوع ففي عودة، وهتبقى منه هو ان شاء الله. يعني هيحاول يغير وجهة نظره، يعيد تفكيره، ويتقبل الاختلاف اللي ما بينك وما بينه. keep an open mind هنا دي ليه هو. انت شخص متقبل للجميع، مش ليه هو بس، انت متقبل للدنيا كلها، وقلبك مفتوح للحب، وما عندكش اي مشاكل. انت شخصية متشافية جدا، وما عندكش اي لا عقد نفسية ولا اي مخاوف ولا اي شيء. رغم ان هو حطك في طاقه فيها دلوقتي احباط ومخاوف، بس دي مش طاقتك، يعني مش دي طبيعتك. انت طبيعتك غير كده خالص، يمكن هو اللي حطك في الطاقه دي. هو في كل الاحوال الشخص ده هيعيد نظر ويبتدي يتقبل الاختلافات اللي ما بينك وما بينه، وهو حابب شخصيتك جدا، وعنده استعداد دلوقتي ان هو يكون واضح وصريح معاك، ويقول لك على كل اللي في قلبه، ويفتح لك قلبه. في اختلاف، هتلاقي اختلاف. الشخص ده لما يرجع يكلمك هتلاقيه مختلف عن الماضي، هتلاقي شخص بيتكلم اكتر، بيعبر عن مشاعره اكتر، بيهتم اكتر، عايز يعرفك اكتر ويقرب منك، غير الشخص المنغلق اللي انت كنت تعرفه. لان هو فعلا هو بيحبك، هو عنده مشاعر حب حقيقية تجاهك. فان شاء الله باذن الله انت نصيحتك بقى حاول ان انت يعني تجدد العلاقة دي، تكون ايجابي، تتعامل معاه على ان انتم اصدقاء. يعني ايوه بالظبط كده، انت مفروض ان انت لما هو يرجع ويكلمك ان شاء الله
اتعامل معاه على ان انتم اصدقاء بتقضوا وقت حلو، يعني وقت يبقى فيه مرح فيه ضحك، بلاش النكد، بلاش اللوم والعتاب الكتير. اتعامل معاه اكنه صديق، بلاش تدخلها في ليفل الحب والرومانسيه دلوقتي. اتعامل معاه لفتره على ان انتم اصدقاء، اتعرفوا على بعض اكتر، قضوا وقت حلو مع بعض، خليك ايجابي، اديله طاقه ايجابيه، حمسه كده للحياه، هتلاقيه تجاوب معاك ان شاء الله في خلال الاسابيع القليله القادمه. يو اوريدي، انت مستعد في خلال الاسابيع القليله القادمه ان شاء الله في تواصل منه، في اعاده للعلاقه دي تاني. ودي حاجه يعني انت هتستغربها، ممكن تكون في وقت انت مش متوقعه اصلا. رسائله اللي جات لك هنا: الافتراق لبعض الوقت سيمنحنا الوضوح الذي نريده. هي دي النقطة اللي هو ابتعد عشانها، لان هو كان حاسس ان هو مشوش ودماغه مش مظبوطة ومش عارف ايه اللي بيحصل، طبيعتك عكس طبيعته، وهو لقى نفسه بيحس بمشاعر عمره ما حس بيها، فحس بتوتر وبتشوش في تفكيره. فعشان كده بيقول لك الافتراق لبعض الوقت سيمنحنا الوضوح الذي نريده، علشان كده هو ابتعد. بيقول لك لازلت اشتاق لك سرا. الشخص ده بيحبك جدا وبيشتاق لك حتى لو ما وضحش ده. بيقول لك اسف جدا على كل الالم الذي سببته ليك. هو حاسس وعارف كويس ان هو سبب لك الم شديد، ولما هيرجع هيعتذر لك ويحاول يكون لطيف معاك ويلطف الاجواء. طب الكارت بقى اللي احنا مخلينه لوضع العلاقه في خلال شهر من دلوقتي، انت الوضع العلاقه هيبقى فيه شويه قلق او ترقب بحذر. يعني انت مش هتديله الثقه اول ما يرجع، انت هتفضل قلقان منه. هو الشخص ده هيرجع وهيرجع بقلب مفتوح وهيكون واضح وصريح معاك، وهيبقى طاقته ايجابيه وعاوز يقضي وقت حلو معاك وكل حاجه. انت اللي هتكون شويه خايف تديله، لان انت اصلا في الطاقه دي، طاقه الخوف، المخاوف بقت عندك انت. هو ما شاء الله تشافى من المخاوف وحطها لك انت اللي بقى عندك تراست ايشوز، انت اللي مبقاش عندك ثقه فيه ولا في كلامه ولا في اي حد، فانت هتبقى شويه واخد حذرك منه ومش هتديله الامان. علشان كده هي نصيحتك هنا، حاول تتعامل على الاقل في الاول كده على ان انتم اصدقاء لحد ما تطمن للشخص ده. دي كانت قرايه المجموعه الاولى، يا رب تكون عجبتكم، واحب اعرف رايكم في التعليقات، واحكوا لي كده يعني الشخص ده عمل ايه معاكم علشان يخليكم انتوا في طاقة المخاوف دي كده كلها. نروح بقى لاصحاب المجموعة التانية. اصحاب المجموعة التانية اللي اول حرف من اسم الشخص بالحروف دي، اللي اختاروا الحروف دي، او اللي اختاروا الحجر البني، حجر التايجر اي، هو ده. ونشوف تهكير للعقل الباطن للشخص ده، ايه حقيقة مشاعره ليك في الوقت الحالي، طاقته من ناحيتك، وضع العلاقة بينك وبينه، شايفك ازاي، ايه حقيقة نواياه اتجاهك، وايه اللي هيعمله معاك الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله. في تواصل هيحصل ان شاء الله قريب، دي بشرة حلوة بداية كده. بسم الله. او الشخص ده بيراقبك من على بعد، ممكن يكون مسافر او في مكان بعيد عنك، في مراقبة كمان ممكن على السوشيال ميديا. اول حاجه كده لاصحاب المجموعه التانية، نشوف طاقتكم انتم ايه. انتوا في طاقه شويه فيها تغيير، ممكن تكونوا زعلانين شويه، حاسين ان العلاقه دي انتهت، او في وضع انت حاسس ان هو مش مريح، وحاسس ان الوضع ده لازم يتغير، لازم يحصل تغيير، لازم يحصل نهايه لوضع متعب. انت في طاقه صعبه شويه، طاقه الدس دي طاقه متعبه، ممكن تكون حزين مكتئب، بتعيش وقت صعب. بس يعني الايجابي في الكارت ده ان دي مرحله تفتيحة عين، ان الواحد بياخد باله من الضغوط اللي عليه والاحداث اللي بتحصل حواليه اللي بتضره، فبيبتدي ياخد قرار ان هو يغير الوضع المتعب اللي هو فيه. فدي طاقتك دلوقتي، طاقه تعب نفسي شويه، او مرحله تغيير، واقفه مع النفس، تفتيحة عين، صحوة كده جواك،
بتحاول تفهم نفسك وتفهم انت ليه وصلت لمرحلة الاكتئاب دي، وتحاول تغير من نفسك. طب طاقة الشخص ده ايه؟ كينج اوف سورد، ملك السيوف. الشخص ده يعني عقلاني جدا وشخص قاسي قوي، يعني ما بيعبرش عن المشاعر. ممكن يكون هو اللي قطع العلاقة معاك بسبب بروده، بسبب يعني ان هو شخص يعني قاسي القلب شوية، مش عاطفي خالص بالمرة. يمكن علشان كده انت اتحطيت في الطاقة الصعبة دي. طب طاقة العلاقة ما بينكم وما بين بعض. العلاقة دي علاقة يعني بتلف في دايرة بقالكم فترة. ممكن العلاقة دي بقالكم فترة مع بعض، بتعيدوا نفس الباترن، يعني نفس الدايرة، ترجعوا وتنفصلوا، ترجعوا تتخاصموا تاني وتنفصلوا، وبعد كده يعني لفة ما بتنتهيش. والعلاقة دي علاقة قدرية، القدر حطكم في طريق بعض علشان كل واحد فيكم يعني يدي درس للآخر أو يعلمه حاجة. العلاقة دي علاقة بقالها فترة بتلف في دواير كده ما بتتقفلش، وبالأكتر الشخص ده هو اللي عامل المشكلة، علشان هو حد شوية عقلاني بالزيادة، مش عاطفي، ما بيديش مشاعر ده خالص. طب تعالوا بقى نشوف ايه مشاعره الحقيقية من عقله الباطن تجاهك، وشايفك ازاي من عقله الباطن، ايه نواياه الحقيقية، وايه اللي هيعمله معاك الفترة دي، ونصيحة ليك تتصرف معاه ازاي. مشاعره ليكم من عقله الباطن، شايفكم ازاي دلوقتي. واضح ان انتوا اللي انفصلتوا او انتوا اللي بعدتوا عن الشخص ده. طيب ما هي حقيقة نواياه ليكم، وماذا سيفعل معاكم الفترة اللي جاية دي ان شاء الله، فترة شهر من دلوقتي. نصيحتكم انتم ايه، وهنعمل كارت كده لمصير العلاقة في خلال شهر من دلوقتي، مش هنفتحه الا في اخر القراءة. العلاقة دي علاقة حصل فيها صولات وجولات، يعني العلاقة كانت متعبة جدا وعلمتكم دروس في حب النفس، وان انت تتغير وما تديش اكتر من المسموح ليك. انت ما خدتش في العلاقة دي، انت اديت مشاعر. الناس اللي بيتفرجوا على القراية دي، المجموعة دي يعني، انتوا اديتوا مشاعر من قلبكم جامدة جدا، والشخص ده كان دايما بياخد بس ما بيديش مشاعر. هو بيتلقى المشاعر منك والاهتمام منك وبيتغذى على طاقتك، وانت كنت يا عيني مستنزف عاطفيا جدا وما اخدتش اي حاجة من الشخص ده غير وجع القلب. اتراكشن، انجذاب، ريكونسيليشن، في عودة ان شاء الله باذن الله. ورث ويتنج فور، يستحق الانتظار، او العلاقه دي تستحق الانتظار، بس كان فيها ريد فلاجز كتير، كان فيها علامات حمراء بتحذرك كتير في العلاقه دي، بس انت يعني انتم ما خدتوش بالكم من الحكايه دي. you are ready, it's up to you، الامر يرجع لك او براحتك. نو ماشي، ناخد رسائل منه من عقله الباطن توضح لنا تفكيره ليكم ايه، او ايه المشكله. رسائل من الشخص ده ليكم. انا خائف من هذا الحب الشديد، لا أستطيع ترك وضعي الكرمي بعد، حبنا كان مقدرا. هو فعلا الحب ده كان حب مقدر، وهو عرف دلوقتي قيمة الحب ده. الشخص دوت دلوقتي مشاعره من ناحيتكم فيها ندم شديد جدا، برغم ان هو شخص يعني قاسي القلب زي ما قلنا، وشخص مش عاطفي، بس هو دلوقتي حس بالندم لانه احبطك جدا. ممكن تكون انت تركته ومشيت ونهيت انت العلاقة دي خالص بسبب انه تعبك. هو حس بندم ان هو ما حطش مجهود في العلاقة دي وما ادكش المشاعر اللي انت كنت يعني تستاهل ان انت تاخدها منه. هو حاسس بندم دلوقتي وباحباط، وشايف ان يعني بيبكي عليك جامد،
شايف ان انت خلاص مشيت وبعدت ومش هتثق فيه تاني ومش هترجع له تاني. هو عارف قد ايه هو تعبك نفسيا ودمرك نفسيا. من عقله الباطن هو عنده خوف شديد ان انت ترحل خالص، ان انت تبعد. كمان ندمان قوي ان هو ما كانش حد يعني محب، حد بيهتم، حد بيدي مشاعر، كان دايما بياخد وبس. هو دلوقتي ادرك ده، ادرك ان انت تعبت معاه جدا وان انت يعني اتهزمت نفسيا معاه وحاولت كتير تصلح منه ومعرفتش. عشان كده هو في طاقة الندم دي. الشخص ده ما بينامش من كتر الحزن وتأنيب الضمير اللي عنده ناحيتك. طبعا انتوا هتقولوا دلوقتي ده ما عندوش ريحة الضمير، بس ده اللي طالع، يعني يمكن طلع له ضمير قريب ولا حاجة. طيب هو شايفكم ازاي؟ شايفكم اديتوا ظهركم بقى للعلاقة دي وبادئين بداية جديدة. ممكن يكون حاسس، يمكن عشان كده هو في الطاقة دي، طاقة الخوف والقلق والندم. ممكن يكون حس او عرف ان انتوا هتبدأوا حب جديد او علاقة جديدة او في طرف ثالث دخل في القصة. هو شاكك في حاجة زي كده، عشان كده هو في طاقة الندم والمخاوف دي. هو شايفك دلوقتي بتبتدي حب جديد او بتدي ظهرك للماضي ومتفائل وفاتح قلبك للمستقبل وعندك استعداد تدخل في علاقة جديدة. ويعني انت حد عاطفي وما تعرفش تعيش من غير حب. فهو بيقول كده، بيقول اكيد هو دلوقتي سابني وبيحاول يدور على علاقة حب جديدة يدخلها. ده اذا ما كانش فعلا انت دخلت في علاقة حب جديدة او هو شاكك في كده. هو حقيقة نواياه ايه؟ هو ناوي برضو يفضل مكمل في السيطرة بتاعته دي بصراحة. يعني هو ناوي يسيطر برضو عليك وعلى الموقف، بس ناوي بقى يعني يطلع من طاقة ملك السيوف لملك الحب. يعني يبتدي يدي شوية مشاعر، شوية اهتمام. مش هيدلق عليك الاهتمام والحب قوي، لا، هيفضل برضو ماسك نفسه وحافظ كيانه وحافظ هيبته. هيدي مشاعر اكتر من الاول شوية، هيحسسك باهتمام اكتر. ناوي على كده، ناوي ان هو يحرك العلاقة دي او ياخد خطوة اتجاهك، لان هو فعلا مش عايز يخسرك. هي مشكلة الشخص ده معاك ان هو بيخاف من الحب الشديد. هو يعني حس ان هو بيحبك قوي وانه بيفقد السيطرة قدامك. فده اللي خلاه كان دايما بيرجع، كل ما بيمشي خطوة يرجع تاني. ليه؟ يقول لك هنا انا خائف من هذا الحب الشديد. الشخص ده ما بيعرفش يدخل في علاقات عميقة وفيها حب بقى قوي ويفضل سهران طول الليل ويغير ويفكر. لا، هو دايما علاقاته كده تبقى ايه، يفضل هو اللي مسيطر فيها وماسك مشاعره وماسك قلبه. معاك انت بيفقد السيطرة دي، عشان كده هو خاف وبعد. لكن هو بدأ يفهم ان الحب ده حب مقدر، وان انت مش هتسيطر عليه ولا حاجة، ولا هتستغل حبه ليك ولا اي شيء، ولا ده هيقلل من شكله ووضعه ومكانته. يعني لو اظهر مشاعر او اظهر اهتمام. كمان هنا هو هيعمل ايه؟ هو بيفكر، هياخد فترة كده شوية. يعني ممكن الطاقة دي توصل يعني لأكتر من شهر، ممكن تدخل في شهرين. هو هيفكر وياخد كده فترة كده، يعني يسيبك تهدى، يسيب الأمور تهدى ويفكر لك في طريقة يرجعك بيها. هو هيرجعك، هو اللي هيرجعك، بس هو بيخطط لك وبيفكر لك وبياخد استراحة محارب كده لحد ما هيجيبك. هو عارف ان انت بتحبه وعارف ان انت طيب، وان هو لو قرب منك وقال لك كلمتين حلوين فانت هترجع. وعارف ان ليه جاذبية عليك، انت منجذب له جدا، علشان كده هو هيرجع. ريكونسيليشن ده كارت العودة، في رجوع ان شاء الله في العلاقة دي. ويرث ويتنج فور بتقول لنا ان العلاقة دي تستحق الانتظار، يعني فيها شوية انتظار. العودة دي مش عودة قريبة في خلال شهر، ممكن تاخد اكتر من شهر شوية. انت فتحت عينه على الريد فلاجز او العلامات الحمراء اللي في شخصيته، علشان كده هو هرب وبعد. انت نصيحتك بقى ايه لما يرجع؟ حاول بقى تكون انت قوي بقى ومسيطر. بلاش يعني الطاقة الطفولية والبراءة الزايدة دي. حاول تكون بقى الامبراطور، حد متحكم في مشاعره، عقلاني. بلاش الطيبة الزايدة دي. حاول ان انت تكون رزين وعاقل ومنطقي في تصرفاتك معاه. ما تدلقش معاه قوي، يعني ادي الحب بالقطارة كده. انت طاقتك اصلها طفولية وحد طيب قوي وواضح وصريح. لا، حاول بقى تطلع من الطاقة دي وتبقى قوي كده وجامد. جمد قلبك عليه شوية. هنا بيقول لك نو، هو مش هيرجع قريب، بس العودة ان شاء الله ممكن تبقى اكتر من شهر.
بس الامر يتوقف عليك انت بقى. لما هو يرجع حاول ان انت تكون زي ما قلت لك كده ماسك نفسك شويه، مش عاطفي، واول ما يجي يقول لك كلمتين ترجع زي ما كنت. طيب ايه المصير العلاقه في خلال الفتره اللي جايه، الشهر اللي جاي ده؟ 6 اوف كابس في عوده ان شاء الله باذن الله. ممكن تكون في اخر يعني شهر وشويه، يعني ممكن الطاقه دي هتاخد لها اكتر من شهر، بس في ممكن يحصل تفاهم، بدايه تواصل. لو في بلوك هنشيله، ممكن نقابل بعض صدفه، نسلم على بعض، في حاجه هنا هتحصل، مقابله هتحصل ما بينك وما بينه في خلال شهر من دلوقتي ان شاء الله باذن الله. في كل الاحوال العلاقه دي ان شاء الله ليها عوده، بس هي تتوقف عليك انت بقى، ان انت تحاول بقدر الامكان تعمل بالانس بقى مع الشخص ده، ما تديلوش اكتر من اللازم وما تهتمش بيه اكتر من اللازم، عشان لو انت عملت كده هيرجع تاني للطاقه دي، طاقه ملك السيوف، وهتلاقيه خاف وابتعد. حاول تكون متوازن معاه في علاقتك بيه. اتمنى القرايه تكون عجبتكم، وقولوا لي رايكم في التعليقات. شكرا.